لا وجود لعسل ملوث في خلايا النحل الطبيعية، هكذا خلصت الأبحاث العلمية في النادي العلمي الكويتي الذي يشهد إقبالا للعلاج بلسعات النحل في مركز أبحاثه الذي يعد إنجازا يضاف لإنجازات النادي العلمي. نتابع مع أحمد المسعودي هذا التقرير. لدغة سامة وأخرى فيها الشفاء، وشتان ما بين اللدغتين، فبعض لسعات النحل وفق الدراسات الحديثة أضحت اليوم بمثابة مضادات حيوية يستطب بها، إضافة لما تنتجه في خليتها من شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. النادي العلمي الكويتي له إسهاماته في هذا المجال، والتي دحضت حتى بعض الأبحاث الدقيقة لما عرف بعسل النحل الملوث. لا يوجد شيء اسمه عسل ملوث في الخلية. قد يكون هناك أعسال تلوث بعد خروجها من الخلية، لكن في الخلية لا يوجد شيء اسمه عسل ملوث، وذلك لعدة أسباب رئيسية جدا. لا تعني أن النحلة ما عندها مضادات ودفاعات حيوية لتحمي خليتها من التلوث، لأن هذه البيئة هي اللي تعيش فيها. طرق طبية وعلاجية وإقبال على العلاج بلسعات النحل في النادي العلمي. النادي العلمي مشكور جدا في موضوع تبنيه، أولا لعملية تربية النحل وتثقيف المجتمع في فوائد تربية النحل. لسع النحل هو آخر الكي أو آخر العلاج الكي، آخر العلاج لسع النحل، لكن أنت بالبداية ممكن توجه عن طريق منتجات أخرى مثل العسل، مثل حبوب اللقاح، مثل كذا للعلاجات. أكثر من 3 مراكز أنشأها النادي العلمي في مختلف مناطق البلاد لتربية النحل ولإنتاج العسل، في خطوة تعكس اهتماما ملحوظا. مناحل تنتج كميات كبيرة وكثيرة من العسل، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات النادي العلمي الكويتي. أحمد المسعودي لقناة المجلس.